انت كل يوم ياض انت تزعق للواد ابني في المدرسة؟ يا معلم ما يصحش كده. انا اسمي الاستاذ ناجي، مدرس اول ومعلم اجيال ولي احترامي. سلامات يا اللي ليك احترامك، وانا اكبر حداد في رود الفرج، ومش هسيبك لحد ما يبان لك صاحب. انا بحذرك من الطريقة الهمجية دي، انا ماسك اعصابي ومش عايز اتصرف تصرف يضايقك. طب انا بقى عايز اشوف التصرف اللي هيضايقني. وريني ياد التصرف اللي هيضايقني. التصرف هو اني هنادي على فرج الكينج. انا بحذرك اهو، انا صاحب فرج الكينج، وبعمل زيارات مدرسية للطلاب عنده في المركب في النيل، ولو عرف انك بتتخانق معايا مش هيسكت لك. انت بتهددني بفرج الكينج؟ يبقى انت اللي جبته لنفسك، ده انا هحبسك جوه الدكان وعايز حد يخرجك بقى. يا فرج يا فرج يا كينج، حد ينادي على فرج يلحقني من الراجل المفتري ده. مفتري؟ طب ايه رأيك بقى محدش هينجدك من ايدي، ونجر يلا قدامي. يا فرج يا فرج فرج يا كينج، فرج يا كينج. سلامات اخر مرجاله لما تعوزوا تلاقوه. موت جريمة نص النيل لو يشغلنا بتفاصيل. اديني قلبك وخد قلبك، اديني قلبك وخد قلبك. ياه، ده دش الميه السخنه ده بعد رجوع الواحد مهدود من شغله حاجه اخر نعنشه. انا بقى اعمل ايه؟ اخلص الدش الجامد ده وادخل اترمي تحت البطانيه واقضيها نوم لحد الصبح. افتح يا فرج، انت بتعمل ايه؟ يا جدعان انا لسه راجع من الشغل وتعبان. الحق بسرعه، استاذ ناجي المدرس بيتخانق مع خميس الحداد وحبسه في المحل. عاوز اكمل دشي. وبعدين ايه ده؟ انتوا دخلتوا الشقه ازاي؟ هو ابويا فين؟ ما انا اللي فتحت لهم يا فرج يا ابني، اصل كنت فاكرهم مهفتك، بس بيقولوا الراجل بيستنجد بيك يا ابني وما يصحش تسيبه. يوه، عاجبك كده يا حاج ظريف؟ اهي الميه شكلها قطع. اعمل انا ايه بقى دلوقتي في الصابون اللي على عينيا؟ هو يوم باين من اوله، انا عارف من اول النهار تعب في الشغل على المركب، وكمان مش عارف اتنى على الحمايه. يا ربي ده يا ابني بقول لك الاستاذ ناجي محتاج لك، بيتخانق. انت لسه هتستأذنه يا عم ظريف؟ احنا نفتح الباب على طول، هنعد من 1 ل3 يا فرج وهندخل ناخدك. 1 ل3 ايه يا عم؟ انت تهزر. 1. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ الفوطه فين؟ الصابون في عينيا ومش شايف. 2 3. اطلعوا بره يا جدعان، ما يصحش كده. يابا انت داخل مع اهل الحته الحمام عليا. اخلص يا فرج، انزل لناجي. الواد خميس الحداد ده عيل مفتري. يا جدعان انا لسه راجع من على المركب ومش شايف قدامي. الاستاذ ناجي طالبك بالاسم، ويلا بقى زمان خميس الحداد عملوا كفته. يا جماعه استنوا الميه ترجع واغسل وشي، الصابون مالي عينيا ومش شايف. مش مشكله تشوف، احنا هنشاور لك. يابا يا جماعه ما تضحكوش الناس علينا بقى، عيب. واستنوا البس هدومي. يلا يا فرج، يلا يا فرج. يا جماعه الفوطه هتقع. تقع مش مشكله، انت لابس تحتها فانيلا وشورت كفايه. ده انت بتتشطر على الواد ابني في المدرسة وبتديله 10 من 50. ده انا هرنك علقة موت. يا معلم خميس انت كده بتهني، وانا مدرس محترم، والله انا ممكن ايه؟ ممكن هدي عليك. احنا جبنا لك فرج الكينج اهو يا استاذ ناجي. الحقني يا فرج، خميس مستوى عليا وعمال يهن فيا. لا معلش بقى، معلش، قبل اي حاجه حد يديني بس شويه ميه اغسل وشي من الصابون ده عشان انا مش شايف. يخلع من هنا يا فرج، الراجل ده انا هعلمه الادب، واللي هيتصدر له هزعله. لا 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 لا، ابلع عليك بس يا معلم خميس وما تعليش صوتك. استاذ ناجي ده راجل محترم ومدرس قد الدنيا. والمدرس اللي قد الدنيا ده يدي ابني 10 من 50 وكمان يزعق له، والله ما هعتقه. طب ما ابنك اللي فاشل الراجل يعمل له ايه يعني؟ هينجحه بالعافيه؟ يا جماعه حد يناولني شويه ميه، مش شايف من الصابون وربنا انا كده هلوش في اي حد. خد الفوطه دي امسح وشك. تسلم يا غالي. ايه ده؟ ايه سرسوب الهوا ده؟ يا نهار ازرق، الفوطه اللي كنت لابسها فين؟ ما هو دي اللي انت بتمسح بيها وشك يا فرج. ايه اللي بيحصل هنا؟ في حد عمل بلاغ ان في خناقه. ايوه يا فندم انا مخطوط. مخضوض يا فندم. هو مخضوض بس سعادتك لانه اول مره يتعب، فالحمد لله يعني المعلم خميس الحداد كتر خيره ساعده يفوق جوه المحل عنده.
اصل يا باشا يعني المعلم خميس ده راجل بيراعي الجيرة وجدع مع اهل حتته، مش كده ولا يا معلم خميس؟ طبعا. والاستاذ ناجي لو ما شالتوش الارض نشيله على دماغنا. يعني مفيش خناقه ولا في اي مشكله؟ لا يا باشا، احنا كلنا ولاد منطقة واحدة ومفيش حاجة. ولاد رود الفرج ما تعدهمش العيبة ابدا، مش كده ولا يا معلم خميس؟ طبعا. والاستاذ ناجي لو ما شالتوش الارض نشيله على دماغنا. وانت واقف بالفوطه كده ليه يا فرج؟ ايه؟ اصل هدومي اتبلت يا باشا، معلش فبنشفها، مش كده ولا يا معلم خميس؟ طبعا. الاستاذ ناجي لو ما شالتوش الارض نشيله على دماغنا. معلش يا باشا، بس يعني هو شكله علق، اصله جدع قوي والجدعنه بتبظ من وشه ما شاء الله زي ما انت شايف كده. طيب لو في اي حاجه كلموا النجده في اي وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا، نورتوا حكومه. انت كده ضيعت حقي يا فرج. الراجل ده كان لازم البوليس ياخده علشان يعرف ان البلد فيها حكومة وما بتسمحش ابدا بقلة الادب دي. وبعدين يا معلم خميس معاك بقى، الظابط لسه ما خرجش من رود الفرج، في ثانيه الا ثانيه هناديه ياخدك وتبقى مشكله. الاستاذ ناجي لو ما شالتوش الارض نشيله على دماغنا. ايوه اظبط كده عشان ما يتقلش منك. وانت يا استاذ ناجي حقك على راسي، وحقك هيرجع لك لما المعلم خميس يبوس راسك قدام الناس كلها، عشان انت طلعت جدع وما رضيتش تبيته الليله دي في الحجز. نعم. انت بتقول ايه يا فرج؟ اللي انت سمعته، وانجز بقى وبوس على راسه عشان جسمي بيتكتك من البرد، ولو حصل وقلت منه مرة تانية هو ولا اي حد من المنطقة عليا النعمة ما يخليك تفتح المحل ده تاني. فاهم ولا مش فاهم؟ بص يا بابا، ركز معايا جدا. انت هتمسك السلكتين دول وتقربهم من الجهاز كده، وانا هوصل الجهاز. اول ما تلاقي اللمبة دي نورت 3 مرات تسيب السلك من ايدك على طول. يا مها يا بنتي، ما الصباح رباح، اكيد ده مش وقت اختراعات. الصبح الاختراعات بتبقى طازة وجميلة كده، بعد شوية الفول بالزيت الحار والطعمية السخنة. يا بابا يا بابا لو سمحت من فضلك، ما انا لو كان ينفع اجيب مساعدين ليا كنت عملت كده، بس مفيش فلوس. انت لازم تساعدني، واوعدك هخليك المساعد الخاص ليا بعد كده، واقبضك كمان بالدولار. تقبضيني بالدولار؟ قصدك بالزرار؟ بقى كده ماشي ماشي يا عم، اتريق براحتك. بكرة تشوف مها ظريف هتوصل لإيه. بكرة تشوف الصحفيين كلهم هيجروا ورايا. هم فعلا هيجروا وراكي علشان يجيبوكي من قفاكي بسبب الاختراعات اللي ما بتنجحش أبدا. استحالة يحصل اللي انت بتقوله ده. بابا لو سمحت ما تعطلنيش بقى، اتفضل اضغط على السلك جامد. يلا مستعد؟ أيوة مستعد، ويا رب نخلص عشان خلاص أنا عايز أنام. هانت يا بطل، يلا. الحقيني بت بتكهرب. يا بابا مش سامعاك كويس، حدد بتقول ايه عشان مش فاهمه. بابا ده مش وقت تغني فيه خالص. السلام عليكم. السلام عليكم. لا السلك شديه. يوه اديني سديت السلك اهو، ما تنسف كده شويه يا بابا. انا فعلا نشفت. طيب انتي ما شفتش بسبب قعر الكوبايه اللي لابساها وقلنا ماشي؟ كمان مش سامعه صوت الكهرباء اللي زلزلتني دي. بقول لك ايه، بلاش حجج. يلا علشان لازم هكرر التجربه. لا ربنا معاكي، انا رايح انام. انا نمت يا ظريف يا بابا. انت يا راجل يا اللي اسمك بابا. ماشي يا بابا، ماشي يا ظريف. الكون كله ضدك يا مها، وادي العالم كله بكره هيحلف بحياتي. يا رب استرها معايا وحياة أذان الفجر. ده أنا حرامي غلبان وشقيان. يا رب الشقة دي تطلع فيها خير، بدل ما أنا بقالي أسبوع من شقة للتانية وبخرج إيدي فاضية.
الناس بقت غريبة، بقوا بيشيلوا فلوسهم في البنوك مش في البيوت. اقف مكانك يا حرام انت، بدل ما شلوحك داخل تسرق شقة فرج الكينج. ده انت جيت لقضاك. والنبي يا عم ما تضرب، والنبي ده انا غلبان. لا ده الشويتين دول مش هياكلوا معايا، انا هعلقك في البلكونة عشان تبقى عبرة. وبعدين هو انتوا متفقين عليا كلكم؟ ده انا مش عارف انام كام ساعة على بعض. طب انا هقول لك الصراحة، انا راجل مريض، انا بمشي وانا نايم. لا يا راجل، وبتفتح شقق الناس وانت نايم برضك؟ انت ساكن فين ياض؟ في بولاق يا باشا. وجاي ماشي بقى من بولاق لرود الفرج وانت نايم؟ ده انت معجزة بقى وعندك قدرات خارقة. هتقول جاي ليه ولا شقك نصين؟ لا هقول بصراحة، انا جيت اسرقك بعد ما سمعت كلام الناس عنك وعن طيبتك، وانك ما بتردش حد بيحتاج لك في حاجة. يا سبحان الله، ده على اساس بقى انك خبطت على الباب وطلبت مني مساعدة. ده انا قفشك ياض وانت بتسرق. والله انا بقالي 7 سنين خاطب ومش عارف اتجوز، وابوها قال لي انه لو في خلال يومين ما اشتريتش شقة لبنتي في كومباوند يبقى تسيبها. طب انت يرضيك حب ال7 سنين يموت؟ وانت جاي بقى تسرق في رود الفرج عشان تجيب تمن شقة في كومباوند؟ الدنيا ضاقت بيا يا باشا، وانا بحبها من اول مرة قابلتها في الحجز. حجز؟ انت بتشتغلني يالا؟ هو في حجز بيبقى فيه رجالة وستات مع بعض؟ لا انا قصدي حجز الكورة. اصلها بتحب تقف حارس مرمى، بس للأمانة عمر ما حد عرف يجيب فيها جون. وده طبعا اللي شدك ليها. ده صعب بتحور لي وانا مش هحلك. والله انا غلبان يا باشا، وبصرف على ابويا المشلول وامي المشنوقة. امك المشنوقة؟ امك مشنوقة ازاي؟ قصدي امي المزنوقة في قرشين، اصلها مديونة لطوب الارض. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص يا عم، خلاص يا عم، خلاص بقى، قطعت قلبي. اسمع، انا كنت عامل جمعية ولسه قابضها، خد بس بطل السرقة دي وكل قيمتك بالحلال. لا انا ما اقدرش هاخد منك فلوس، انا ما مديش ايدي لحد ابدا، انا راجل عندي كرامة. كرامة ايه يا حرامي يا نتن؟ خلاص هاخدهم وهبطل سرقة على ايدك، بس انا هاخد التلفزيون ده. اشمعنى؟ انت نسيت الجهاز اللي هجيبه لخطيبتي، اكيد هنحتاج تلفزيون. صح، ماشي يا عم، اعتبره هدية جوازك من اخوك فرج الكينج. الله يبارك لك يا عم فرج. وايه دي مكوة؟ مالها دي كمان؟ وانا لازم اقول لك كل شوية الجهاز وعيط؟ خلاص يا عم والنبي بتقطع قلبي والله. خلاص يا عم خدها، اعتبرها نقطة جوازك من اخوك فرج الكينج. طب اتفضل، ده الكارت بتاعي، لو احتجتني في اي وقت انا رقبتي سدادة. يلا بقى ايدك معايا عشان مش هقدر اشيل ده كله لوحدي. مفيش غسالة بالمرة؟ يلا هات من هنا ياض، انت فاكرني عبيط؟ يلا قوة جريمة نص النيل لو يشغلنا بتفاصيلها. قوة جريمة نص النيل لو يشغلنا بتفاصيلها.